على أي حال محمد الراشد الذي تواجد اليوم في المؤتمر الصحفي كان قد تحدث بعد المؤتمر، نتابع ماذا قال. والله يشوف اكيد كل المباريات اللي احنا نلعبها اكيد من بعد فتره توقف اكيد انها مباراه ما هي بسهله. يعني فريق الفيصلي فريق مو بسهل، يعني لازم ندخل مباراه بكره ان شاء الله نحترمه. ولا تنسى ان احنا خلال فتره التوقف ذي ما لعبنا ولا مباراه وديه. كنا يعني اغلبيه لعيبه الاتحاد، يعني اغلبهم اللي في المنتخب الاولمبي واللي في منتخب باء واللي في المنتخب الاول، يعني ما تجمعنا. يعني ما تجمعنا للمباراه دي. ان شاء الله ان المباراه دي ندخلها بروحنا زي ما دخلنا مباراة القادسية اللي قبل التوقف. يعني دخلنا كنا عازمين ان احنا بس نبي نثبت ذاتنا من بعد الاسيوية، والحمد لله دخلنا واثبتنا ذاتنا بنتيجة عريضة. يعني انا بالعكس شوف، انا كنت دائما اطالب المدرب لاني كنت اشوف نفسي جاهز. يعني في مباريات اشوف نفسي ان الفريق بحاجتي، يعني وكنت ما انزل. يعني ما ادري، هذه الاسباب ترجع للمدرب طبعا. يعني انا كنت في البدايه كنت مصاب فعلا، يعني اصابه طولت معي يمكن جلست شهر. كنت في بعض المباريات ادخل وكنت لا زلت مصاب، بحكم انه يعني على حسب ظروف المباراه، يعني ممكن لا قدر الله يصاب لاعب وفي مباريات كثيره كنت اتمنى اني العب في تماريني اللي كنت اعطيها انا في النادي. بالعكس كنت اتمرن بقوه. رجعتي بعد الاصابه، لاني جيت انا بعد الاصابه بعدين تعورت مره ثانيه. هذا بحكم اني انا ادخل تمريني قوي، دائما العب في التمرين بقوه. عشان كذا تشوف يوم لعبت مباراه القادسيه كنت جاهز تماما. ليش؟ لاني كنت اتمرن بقوه.